معكم. اليوم راح نشرح المحاضرة الخامسة حسب الملخص اللي ينطى الأستاذ. نجي نبلش. أول شي هنا راح نحكي عن الفيروسات أو المخاطر الأمنية الأكثر انتشار. أول شي عندي الفيروس هنا شنو؟ الفيروس هو عبارة عن برامج يتصمم حتى شنو ينتقل من حاسوب إلى آخر. زين، فهنا إحنا عندنا لحد كلمة الحاسوب. زين، هي برامج مصممة للانتقال إلى أجهزة الحاسوب. ممكن يقولي ما هي البرامج المصممة للانتقال من جهاز إلى آخر؟ شنو هي؟ ملفات التجسس، لو الفيروسات، لو الملفات الدعائية. راح إحنا نعرف شنو نختار. راح نجي إلى الثاني اللي هو ملفات التجسس. هنا أنا عندي ملفات التجسس لحد كلمة المستخدم، يعني هي البرامج المصممة لجمع المعلومات الشخصية مثل المواقع الإلكترونية الذي يزورها المستخدم. ممكن هذا الحكي يجيني ويقول لي هي من هي هاي الفيروسات لو ملفات تجسس، أو يقول لي عرف الفيروسات أو عرف ملفات تجسس. فإحنا لازم نعرف لحد هنا. عندي الملفات الدعائية. هنا هي برامج مصممة للدعاية والإعلان. زين، هنا وتغير لي الإعدادات العامة في أجهزة الحاسوب، مثل تغير لي الصفحة الرئيسية للمتصفح. لحد هنا لحد هنا التعريف هذا. نجي لي اللي وراها. هنا النقطة الرابعة راح تكون محذوفة ما داخله. النقطة الخامسة راح تكون الأخطاء العامة. هنا مثل عندي سوء اختيار كلمة السر أو كتابتها على الورقة حتى ما يمكن مما يمكن الآخرين من قراءتها لحد كلمة قراءتها. إنه الأخطاء العامة مثل عندي الخطأ إنه أنا أكتبها على ورقة وتكون متاحة بيد الجميع، فإنه راح بسهولة راح يخترقون الحساب. نجي للصفات مال الفيروس. هنا أنا عندي صفات كلها داخلة نحفظها عربي وإنجليزي. أي كلمة توجد بالإنجليزي تنحفظ. مثل عندي هسه هاي الكلمة وعندي هسه هاي الكلمة، ذولي ينحفظون. زين، فهنا القدرة على التناسخ والانتشار. زين، وربط نفسها ببرنامج آخر المضيف، يعني يسمونه البرنامج الحاضن. أو يمكن أنه تنتقل من الحاسوب إلى من حاسوب مصاب إلى آخر سليم. زين، راح نجي هسه إلى مكونات الفيروس. أيضا هنا هذني بالإنجليزي مهمات نطلع عليهن. من شنو راح يتكون برنامج الفيروس بشكل عام؟ راح يتكون لي من 4 أجزاء. أولا آلية التناسخ، إنه ينسخ نفسه. ثانيا آلية التخفي، راح يختفي، ما أقدر يعني أكشف إنه أنا عندي فيروس. التنشيط، إنه راح ينتشر تطبيقا راح ينتشر تقريبا بكل الحاسوب. وآلية التنفيذ هي إنه راح يتنفذ هذا الفيروس عند عملية التنشيط، يعني راح ينتشر والنوبة راح ياكل الحاسوب. راح نجي للأضرار. الأضرار هنا ما داخلة. وخلصت هذه الملزمة. نجي على الملزمة اللي بعدها.